من تغازوت إلى إمسوان، شواطئ المغرب اليوم ما بقاش مجرد بحر ورمال. هاد الموجات ولات كنز اقتصادي كيجذب عشرات الآلاف من السياح كل عام. لكن واش هاد الطفرة غادي تنفع المغاربة ولا غادي تغير هوية الشواطئ إلى الأبد؟ في 2024 المغرب استقبل 17.4 مليون سائح، رقم قياسي بزيادة 20% عن 2023. أما ركوب الأمواج فكيعيش أكبر نمو في التاريخ، ارتفاع أكثر من 40% خلال 5 سنوات الأخيرة. اليوم تغازوت وإمسوان ولات مراكز عالمية، شركات بحال لو بوان سيرف كامبوس النرويجية وسيرف ماروك البريطانية سيطرات على الفنادق، المدارس، والفلوس كتخرج لبرا، بينما القرى المحلية كتحاول تستفيد من الفتات. في 2020 السلطات هدمت بنايات عشوائية بحجة حماية البيئة، لكن بعد أشهر قليلة بعض الأراضي البحرية تباعت للمستثمرين الأجانب بأثمنة رمزية. السكان المحليين كيشكوا أن العملية كانت تمهيد للاستثمارات الأجنبية، خصوصا أن المشاريع الجديدة ما كتوظفش السكان إلا في وظائف بسيطة وبأجور ضعيفة. جمعية سيرف خيدر فونديشن ماروك كتدق ناقوس الخطر، الشواطئ مهددة بالنفايات البلاستيكية رغم قانون منع الأكياس البلاستيكية من 2016. في موسم الصيف عدد الناس في الماء في إمسوان كيوصل حتى 300 شخص في نفس الوقت، مما كيضغط على الموارد الطبيعية وكيزيد خطر التلوث. رمزي بوخيام بطل السيرف المغربي اللي جاب الفضة في ألعاب العالم 2024 كيدافع على فكرة أن المغرب يقدر يكون قوة عالمية في هذه الرياضة، لكن بشرط الاستثمار في الشباب المحلي، ماشي الاكتفاء ببيع الشواطئ الأجانب. من جهة أخرى مشاريع بحال ترافل سيرف موروكو كتقدم نموذج ناجح، سياحة نظيفة، أكل تقليدي، واحترام الثقافة المحلية. المغرب اليوم قدام خيارين: يا إما يطور سياحة السيرف بطريقة كتحافظ على الهوية وتخلق فرص عمل حقيقية للمغاربة، أو يترك الموجة تقودو المستقبل كتحكم فيه شركات أجنبية والربح كيمشي للخارج. السؤال: شكون غادي يكون صاحب القرار الحقيقي؟ المغرب كيعيش ثورة سياحية حقيقية، حيث كيتجلى ركوب الأمواج كوجهة جاذبية عالمية تتفتح فرص اقتصادية مهمة، لكن تحمل معها تحديات بيئية وثقافية لا يمكن تجاهلها. من الضروري التركيز على تعزيز السياحة المستدامة والبيئية داخل المجتمعات الساحلية، وكذا دعم التنمية المحلية والابتكار من خلال التكنولوجيا والهوية. المرة الجاية اللي تزور فيها تغازوت وتشوف الموجة جاية، تذكر ماشي كل شيء في السياحة كيكون على السطح، كاين دايما أسرار تحت الموج. وإلى فيديو آخر ألقاكم، ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة ليصلكم جديد، والسلام عليكم.